السلام عليكم، كيف هي أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سأحكي لكم عن قصة الشاب عمر، والذي كان للاستغفار فضل كبير في تغيير مصير حياته وإنقاذه من سجن محقق بسبب القمار والديون المتراكمة عليه. عمر كان وحيد أمه، حيث أنه كان يتيم الأب. كافحت أمه خديجة في تربيته من أجل أن يكون في المستقبل رجلاً قادراً على تحمل المسؤولية ولكي تعتمد عليه عند كبرها. خديجة كانت تعمل في إحدى المخابز، كل يوم تستيقظ باكراً لتذهب إلى عملها. كانت تكافح من أجل توفير كل متطلبات ابنها عمر من مسكن وملبس، بالإضافة إلى المتطلبات الدراسية، وكانت تكره أن يحس ابنها بأي نقص. أكمل عمر دراسته الثانوية والتحق بالمعهد، حيث تخصص في الميكانيك. كان يحلم أن يصبح في المستقبل متخصص ميكانيكي، لأنه كان يعشق كل ما هو يدوي وله ميول لهذا التخصص، لأنه كان يعلم أنه سيتوفق وسينجح فيه. وبالفعل دخل عمر إلى المعهد ودرس فيه وحصل على شهادة تقني متخصص في إصلاح السيارات. عند تخرجه من المعهد أحس بفرحة كبيرة. قرر بعدها أن يقوم بتدريب في إحدى المحلات الكبيرة الخاصة بإصلاح السيارات في وسط المدينة. وبالفعل ذهب إلى أكبر محل إصلاح السيارات، والذي كان يمتلكه السيد محمد. قدم عمر طلب للسيد محمد بأن يقوم بتدريب عنده. رحب السيد محمد بطلب عمر التدريب في محله، لأنه كان يرى بأنه شاب متحمس ومحب لهذا المجال، بالإضافة إلى أنه دائما يحب مساعدة الشباب المبتدئين ويدعمهم. مرت سنة وعمر كل يوم يذهب إلى محل السيد محمد للتدريب. سنة من التدريب كانت مهمة في حياة عمر، لأنه اكتسب خلالها خبرة كبيرة في مجال الميكانيك. بعد وصوله إلى تحقيق هذه الكفاءة، فكر بعدها أن يقوم بفتح مشروع خاص به، لكنه لا يمتلك المال لإنجاز هذا المشروع. ذات ليلة بينما كان عمر في البيت يتناول وجبة العشاء مع أمه خديجة، أخبرها بموضوع المشروع وبأن المال هو العائق الوحيد الذي يمنعه من إنجازه. فاقترحت عليه أمه خديجة بأن تقوم ببيع بعض الذهب كانت تمتلكه والذي ورثته من أمها. وبالفعل تحمست خديجة لمساعدة ابنها الوحيد، فقامت ببيع الذهب، وهكذا تمكن عمر من القيام بمشروعه الذي كان يحلم به. فقد قام بتأجير محل في وسط المدينة وبشراء كل الأدوات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمشروعه. عمر كان لديه صديق طفولة، من حين إلى آخر كان يزوره في محله. صديقه هذا اسمه يوسف. يوسف كان من الشباب العاطلين عن العمل ولا يبالي في البحث عن عمل، بل كان دائما يتردد على ملهى ليلي مع أصحابه. في عطلة نهاية الأسبوع جاء يوسف عند عمر وقال له بأن يسهر معه هو وأصدقاؤه في ملهى ليلي، وأقنعه بأن هذه السهرة مجرد ترفيه عن النفس، خصوصا وأن عمر يعمل طول الأسبوع. في البداية تردد عمر، لكن يوسف تمكن من إقناعه، فذهبا معا إلى الملهى الليلي. هناك تعرف عمر على بقية أصدقاء يوسف. في البداية كان عمر يحس بالسعادة وهو مستمتع بأجواء الملهى الليلي. تحمس عمر وانبهر بهذه السهرة، ومن حينها بدأ يرافق صديقه يوسف في نهاية كل أسبوع إلى هذا الملهى الليلي، وأصبح ذهابه إليه روتينه الأسبوعي. بعد فترة قصيرة اكتشف عمر
أن يوسف وأصدقائه يترددون على هذا الملهى الليلي للعب القمار، وبأنهم مدمنين على لعبه. عمر لم يعجبه الأمر، لأنه كان معارض تماما لفكرة لعب القمار، واكتفى فقط بالسهر معهم. لكن مع تواجده باستمرار معهم أقنعوه أن يجرب ويلعب القمار معهم، وبأنه لن يخسر شيء، فقط مجرد تجربة. لكن عمر كان دائما يرفض. وفي مرة ألح عليه جميع الأصدقاء المتواجدون، فشعر بضغط منهم عليه للعب، فوافق وشارك معهم في اللعب بحجة التجربة والإثارة والمغامرة. في البداية بدأ يخسر، وفي كل مرة يخسر فيها يلعب مرة أخرى ليعوض خسارته، إلى أن خسر الكثير من المال ووقع في الديون، لأنه بدأ يقترض المال من كل الناس الذين يعرفهم. وفي كل مرة يلعب فيها القمار يكون مقتنع جدا أنه سيعوض جميع خسائره الفائتة، وبعد كل خسارة كان يحس عمر بمشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب. بقي عمر على هذا الحال لفترة طويلة، إلى أن وصل به الحال إلى إغلاق المحل الذي كان يعمل فيه، بسبب أنه لم يعد قادر على المواظبة على فتحه، وهذا نتيجة لكثرة السهر في الملاهي الليلية. وبسبب تردي حالته النفسية بدأ يكره العمل. مع الوقت ازدادت حالته النفسية سوءا، خصوصا بعد كثرة الديون عليه، والتي تسببت له بضغوطات نفسية كبيرة، لأن أصحاب الديون بدأوا يطالبون بأموالهم، ولجأ بعضهم إلى القضاء، فأحس بأنه مهدد بالسجن. الشيء الوحيد الذي كان يحزن عمر هو أنه سوف يترك أمه وحيدة بعد سجنه، خصوصا أنها ليس لها بعد الله سبحانه وتعالى معيل غيره. لاحظت الأم خديجة بأن ابنها عمر ليس على ما يرام، وبأن هناك أمر ما يخفيه عنها، فقررت أن تستفسر عن الموضوع وتعرف سبب تدهور حالة ابنها النفسية والمالية، لكنها لم تنجح في معرفة السبب. وكانت متأكدة وعلى يقين أن السبب للحالة التي وصل إليها ابنها هي بعده عن الله سبحانه وتعالى، فقربه إلى الله عز وجل سيخفف عنه همومه ومشاكله، وسيكون مصدرا لراحته النفسية. هنا بدأت الأم خديجة تلح على ابنها عمر بأن يذهب ليصلي في المسجد، وبأن يلزم الذكر والاستغفار ليفرج الله همه وكربه. اقتنع عمر بكلام أمه، وبدأ في تطبيقه لعله يرتاح، فبدأ يداوم على الصلاة والاستغفار في كل يوم، وتحمس للاستغفار، وفي كل يوم يستغفر أكثر من اليوم الذي قبله، إلى أن شعر براحة في قلبه، واطمأنت نفسه، وأحس بتوجيه إلهي يهديه إلى الطريق الصحيح. وقرر عمر أن يتوقف عن الذهاب مع صديقه يوسف إلى ذلك الملهى الليلي نهائيا، وبأن يعيد فتح محله، وأن يعمل فيه بنشاط وحماس أكثر، لأن حالته النفسية تغيرت للأحسن. وحاول أن يعوض كل ذلك الفشل والضياع الذي وقع فيه بسبب القمار ورفقة السوء، لأنهم كانوا يؤثرون عليه بشكل سلبي ويشجعونه على لعب القمار. فالابتعاد عنهم نعمة وخطوة مهمة لتحسن حياته وزيادة فرص نجاحه. وبعد مرور سنة وعمر قريب من ربه، لا يهمل صلاته ويداوم على الاستغفار كل يوم، وبفضل عمله الجاد والمثابرة أكرمه الله تعالى، حيث ازدهر مشروعه بطريقة لا يتخيلها العقل، وتمكن بفضل قربه من الله تعالى واستغفاره الكثير أن يسدد جميع ديونه.
مما جعل ثقته بنفسه تزداد، فحقق بذلك أهدافه الشخصية والمهنية. إلى هنا تنتهي قصة اليوم، إلى قصة قادمة بحول الله تعالى. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا وضع إعجاب والاشتراك في القناة. وفقكم الله جميعا، إلى اللقاء.